اهلا بيك معايا في فيديو جديد. في الفيديو ده هنعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي ولكن بطريقة مختلفة غير اللي طرحناها قبل كده. طريقة جديدة وطريقة حلوة جدا وعليها تفاعل، وفي نفس الوقت كمان هي مطلوبة في مجال انك ممكن تشتغلها وتربح منها. وانا شخصيا جالي شغل بنفس الطريقة، ودي كانت سبب ان انا اعرفكم الطريقة اللي الناس طالباها ممكن تبقى ازاي. تعالوا بس الاول نشوف هنشتغل ازاي. في الاول زي ما احنا عارفين، عشان اعمل فيديو في الاول لازم يكون عندي فكرة، وابدا اخد الفكرة واحولها لسكريبت وبرومت، وبعدين ابدا اطلع تعليق صوتي، وبعدين اطلع البرومت اعمله صور واحوله لفيديو، وبعدين اركب كل ده في المونتاج واعمل له تعليق صوتي محترف، وكمان مؤثرات صوتية وحاجات زي كده عشان يطلع معايا الفيديو بشكل احترافي. دلوقتي المرحلة الأولى هي مرحلة الفكرة وعمل السكريبت. تعالوا نشوف الفكرة اللي هنتدرب عليها النهاردة هتكون عبارة عن إيه. أنا رحت لشات جي بي تي وقلت له أنا عايز سكريبت الفيديو قصير مدته 40 ثانية. تقدر تحط المدة اللي أنت عايزها، مكون من 6 مشاهد، برضو تقدر تحط عدد المشاهد اللي أنت عايزه. وقلت له إن فكرة الفيديو هتكون حفيد صغير عمره 6 سنوات بيساعد جده في المزرعة الريفية، يعتني بالنباتات والحيوانات. الجد يعلم حفيده أهمية النباتات بالنسبة للبيئة وأهمية الحيوانات بالنسبة للإنسان كطعام، بطريقة تناسب عقل الطفل الصغير. والمطلوب منك طبعا، دي كانت الفكرة اللي أنا يعني اديتها له. قلت له اللي أنا عايزه منك، عايز سكريبت نصي للتعليق الصوتي بصيغة حوار، ودي الحاجة الجديدة اللي هنتكلم عنها. خلوا بالكم، مش هيبقى مجرد سرد قصصي وخلاص، لا ده هيبقى حوار، وده ليه شغل لوحده هنعمله لوحده في الشغل بتاعنا، بصيغة حوار بين الجد والحفيد لتسجيله بالذكاء الاصطناعي، وإن مدته ما تعديش 40 ثانية عشان دي مدة الفيديو. قلت له كمان وعايز برومت ل6 مشاهد، لأن أنا كنت عايز 6 مشاهد هنا مناسبة للقصة، وألوان المشاهد مناسبة للبيئة الريفية الزراعية، وأيضا برومت موحد للطفل والجد. يبقى أنا عايز 6 مشاهد ألوانهم مناسبة للبيئة الريفية عشان ما يحطليش ألوان عشوائية، وكمان عايز برومت موحد للطفل والجد. وسبق واتكلمنا ليه بنعمل مرحلة البرومت. لو ما تعرفش ارجع شوف الفيديو اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. قلت له كمان ان البرومت الموحد بتاع الجد والطفل عايزه من حيث العمر 55 سنة للجد، وكمان 6 سنوات للطفل. وكمان يكون البرومت موحد من حيث الملابس ولون الشعر والعينين. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، تقدر تشوف الفيديو اللي هسيب لك اللينك بتاعه. كمان قلت له هنا قلت له انا اريد اضافه عنصر التشويق ونظرات الفرح والسعاده المتبادله بين الجد والحفيد، يعني عشان يحط لي نظرات ان الجد فرحان انه بيعلم حفيده، وكمان الطفل فرحان انه بيتعلم. قلت له ابدا التعليق الصوتي بسؤال من الطفل الى الجد، يعني الطفل يسال الجد، يكون سؤال مثير ويلفت الانتباه، وبناء عليه قم بسرد باقي تفاصيل الفكرة، واكتب البرومت للمشاهد باللغة الإنجليزية. لاحظوا أنا هنا ركزت إن يكتب لي البرومت بتاعة الشخصيات وبتاعة المشاهد باللغة الإنجليزية، وهنعرف ليه. عشان المرة دي هنستخدم حاجة مختلفة عن اللي استخدمناه قبل كده. آه، أنا أخدت نفس البرومت ده بالظبط. طبعا أنا هنا على شات جي بي تي، اخدت نفس البرومت ده بالظبط ورحت على جوجل جيميناي واديت له نفس السكريبت بالظبط هو. وكمان رحت على موقع مانوس وكنت شرحته قبل كده بالقناة، ولو لقيتوا اي حاجة من المواقع دي مش واضحة تقدر تكتب لي في التعليقات وهنزل شرح كامل للمواقع دي. وطلبت منه نفس البرومت اللي كتبته في شات جي بي تي، هو اللي اخدته كوبي وحطيته في جوجل جيميناي، وكمان حطيته في موقع مانوس. الحقيقة ان التلاتة طلعوا لي افكار مختلفة، يعني محتوى مختلف ولكن الفكرة واحدة، وكلهم عجبوني. يعني مثلا جيميناي طلع لي الفكرة، المشاهد، السكريبت اهو التعليق الصوتي، وكمان طلع لي المشاهد زي ما شايفين اللي هو السكريبتات، وكمان طلع لي البرومت الموحد، ويطلع لي البرومت ده كان الجد وده الحفيد. وكمان قال لي ان في تفاصيل مشتركة، دي حاجة خاصة بالجد والطفل، يعني طلع نتيجة كويسة جدا. كمان موقع مانوس طلع لي نفس البرومت اهو هو
طلع لي كمان البرومت، يعني هنشوف دلوقتي. موقع مانوس بالمناسبة أنا كنت شرحت قبل كده المميزات بتاعته، ولكن لو حاسين إنه في حاجة مش فاهمينها اكتبوا لي في التعليقات ونوضحها مع بعض. موقع مانوس طلع لي الملف اللي بيطلعه اهو، قال لي سكريبت فيديو المزرعه. لو ضغطت عليه بيبدا على الجنب هنا يبدا يعرض لي النتيجه اللي هو طلعها. قال لي ان التعليق الصوتي اللي هو الحوار بين الجد والحفيد، وبدا ان هو يكتب لي التفاصيل بتاعته بالشكل ده. ولكن انا هنا حسيت ان في موقع مانوس مطلع لي لغه رسميه قوي. يعني هنا بيقول لي ان سؤال رائع يا بطل، هذه النباتات ليست فقط للطعام بل هي قلب بيتنا الكبير، وهكذا. يعني حسيت انه بيستخدم لغه فصحى شويه، فما حبيتش ان انا كان المفروض ان انا اضيف له في السكريبت هنا، كان المفروض اضيف له ان هو يستخدم لغه عربيه عاميه، بس مش مشكله يعني، هي نتيجه حلوه. وكمان ان هو طلع لي النتيجه لما هاجي اسجل الكلام ده كله. طبعا ده هياخد وقت اكتر من ال 40 ثانيه اللي هي مده الفيديو كله. فانا مش بفضل دلوقتي ان استخدم السكريبت اللي طالع من مانوس، لكن طبعا موقع مانوس احترافي جدا، فلذلك هو مطلع لي حاجه احترافيه. ينفع نستخدمه في حاجه تانية، ولكن هنا انا مش هستخدم النص اللي طالع من موقع مانوس، هستغني عنه، انا هقفل موقع مانوس. جوجل جيميناي طلع لي مفيش مشكله، الحاجه مقبوله وشكلها كويس والسكريبت حلو خالص. ولكن انا فضلت السكريبت اللي طالع من شات جي بي تي لسبب، لان هو يعني هتبقى اراء مش اكتر. ان هو بدأ بسؤال مهم، يعني سؤال انا حسيت ان هو كويس. بيقول له جده هو ليه الزرع مهم قوي للناس؟ طبعا السؤال حلو خالص ومفيد للطفل ويقدر يستوعبه. وبعدين بدأت أقرأ بقية المشاهد، فطبعا حسيت إن هو الفكرة كويسة في موقع شات جي بي تي. وبنفس الطريقة برضو طلع لي البرومت الموحد للشخصيات، قال لي إن ده البرومت بتاع الجد، يعني ادي الجراند فازر اهو. وهنا طبعا البرومت بتاع الطفل. طيب وهنا البروموتات بتاعة المشاهد، هنا المشهد الأول، المشهد الثاني، وهكذا. طلع لي إيه الست مشاهد اللي أنا محتاجهم. طبعا المرحلة اللي جاية هتكون إن أنا هاخد البروموتات اللي موجودة عندي وهبدأ إن أنا أحولها لصور، علشان آخد الصور وأحولها لفيديو، او ان انا اخد مرحله التعليق الصوتي واحولها لصوت. مش هتفرق تعمل ايه في الاول، سواء عملت الصوت او عملت الصور والفيديو مش هتفرق. ولكن دلوقتي تعالوا نشوف المرحله اللي جايه هتكون ايه. ودلوقتي هبدأ في المرحلة اللي أنا هاخد فيها البرومت أو التعليق الصوتي، وهبدأ أحوله لصوت. وخلي بالكوا هنا هنشتغل بطريقة مختلفة عن الفيديوهات السابقة. تعالوا ندخل على جوجل ونكتب موقع 11 لابس اللي هنشتغل عليه تعليق صوتي من هنا، وهسيب لكم اللينكات كلها موجودة في الديسكريبشن. وهقول له ساين اب. طبعا الكلام ده احنا قلناه بالتفصيل قبل كده، فمش هنركز عليه، اللي هو التسجيل والكلام ده كله مش هنركز عليه الا في المواقع الجديدة اللي هنستخدمها. دلوقتي الموقع حمل معايا، هروح على تكست تو سبيتش من هنا، وهمسح كل الحاجات اللي انا مسجلها قبل كده. انا محتاج هنا، خلوا بالكم من حاجه مهمه، انا عندي شخصيتين بيتكلموا، شخصيه الطفل وشخصيه الجد. فمعنى كده ان انا لازم اسجل الطفل لوحده والجد لوحده، ولازم يكون صوت الطفل مختلف عن صوت الجد لان ده طبيعي. فعلشان اعمل كده الاول لما كانت بتبقى قصه كنت باخد السكريبت كله واخده كوبي وبعدين اروح بيه على موقع 11 لابس واحطه بيست. اللي هنا هنعمل حاجه مختلفه، انا هاخد كل المشاهد الخاصه بالطفل، كل التعليق الصوتي الخاص بالطفل. يعني هاخد الجمله الاولى وهروح بيها على الموقع واقول له بيست، وبعدين هضغط انتر عشان انزل لتحت، وبعدين هنزل اشوف الطفل بيتكلم فين تاني وهاخد الكلام اللي هو بيقوله. هنا الجملة دي بتاعت الطفل، فهاخدها برضو نسخ واحطها بالشكل ده. تمام، هبدأ اجيب كل الجمل بنفس الطريقة بالشكل ده. خلوا بالكم انا باخد الجزء الخاص بالطفل فقط، الجزء الخاص بالطفل بالشكل اللي قدامي، علشان
كل الكلام ده هيتسجل في يعني بصوت واحد. الكلام كله هتسجل بصوت واحد. ممكن واحد يقول لي طب ليه ما نسجلهمش جملة بجملة ونبدأ نخرج يعني اخد الجملة دي واسجلها وبعدين احمله واخد الجملة اللي بعدها واسجلها. اولا هيبقى مجهود، يعني هيبقى مجهود انك تسجل كل جملة لوحدها. ثانيا في حاجة عايز اقول لك عليها، انك انت ممكن الموقع يديك نفس الصوت، اي مثلا وليكن هستخدم الصوت ده للطفل، فتيجي تسجل مع الاختلاف بتاع الاعدادات بتاعت الموقع او اختلاف تسجيل لتسجيل تختلف نبرة الصوت شوية او تختلف السرعة او اي حاجة تختلف. ولكن لما بتسجل الصوت كله مرة واحدة بالشكل ده بتطلع سرعة واحدة ونبرة صوت واحد ومستوى صوت واحد. خلي بالك من النقطة دي. ده كان كلام الطفل في المشاهد كلها. انا الاصوات انا جربتها، فالصوت الطفل الموجود في موقع 11 لابس هو الصوت اللي اسمه جيجي، وبيتناسب مع الصوت سواء كان ولد او بنت. يعني الصوت باين انه مش مميز قوي ولد ولا بنت، فيناسب الاتنين. فانا اخترت جيجي وهاجي من هنا واحدد السرعة، هخليها مثلا يعني 85 كويسة. الخطوة دي مش مهمة لو مش عايز تعملها. وهقول له generate speech. جدو، هو ليه الزرع مهم قوي للناس؟ طب والحيوانات يا جدو؟ كده هو سجل لي المقطع بتاع الفويس اوفر بتاع الولد. هبدأ اجي من السهم اللي هنا وابدأ ان انا اعمل له داونلود عندي على الجهاز. همسح كل الكلام اللي عندي ده، وبعدين هجيب الكلام بتاع الجد بنفس الطريقة. هاخد الكلام اللي يخص الجد بالشكل ده كده، اقول له نسخ، وبعدين اقول له بيست هنا كده او لصق يعني، وبعدين هجيب نفس الكلام بالظبط لكل المشاهد. وبعد دلوقتي ما جبت الكلام بتاع الجد كله بنفس الطريقة، لازم اغير الصوت، اجيب صوت يناسب صوت الجد. فنقي اي صوت، اسمع الاصوات براحتك ونقي الصوت اللي يعجبك. وليكن هنختار صوت انطون اللي هنا ده ونجربه ونشوف. هقول له generate speech. يا حبيبي، الزرع هو اللي بيدينا الهواء النظيف والأكل اللي بناكله. الصوت مناسب. هبدأ أعمل له داونلود عندي عشان يتحمل عندي على الجهاز بالشكل ده. هو الكلام اتحمل عندي. هتقولي بس ده طالع كله مرحلة واحدة، يعني صوت واحد على بعضه. في المونتاج هنقطعه وهنركبه مع بعض، مفيش أي مشكلة خالص. ولكن انا كده ضمنت ان الصوت هيطلع نبرة واحدة وهيطلع لشخص واحد، مش هيكون فيه اي اختلاف. دلوقتي هيتبقى عندي المرحلة اللي انا عايز احول فيها الصوت او البرومت، احوله لصور عشان ابدأ احوله لفيديو. هعمله ازاي؟ هروح على موقع اسمه ليوناردو. مش هستخدم ميتا المرة دي، هستخدم موقع ليوناردو. موقع ليوناردو موقع من اقوى المواقع اللي بتطلع الصور. هسيب لكم اللينكات برضو زي ما قلت. هضغط على اول نتيجة واقول له get started. هيبدأ الموقع يحمل معايا. اختار انك تسجل الدخول عن طريق جوجل بالشكل ده. هيبدأ الموقع ان هو يحمل معايا وهيفتح الواجهة بتاعة الموقع نفسه. دي واجهة الموقع. الموقع بيديلك فري، يعني بيديلك انك تستخدم 150 نقطة اهم قدامي. 150 نقطة تقدر تستخدمهم بشكل مجاني. لو خلصوا منك بيتجددوا تاني يوم. ايمج هنا من فوق انا هركز على الحاجات اللي احنا هنستخدمها. لو ضغطت على ايمج هنا هيبدأ يفتح لك الواجهة اللي قدامك، تقدر تحط فيها البرومت بتاعك علشان تبدأ تولد الصور. هنجيب البرومت وبعدين نشوف هنبدأ نشتغل ازاي. اول حاجة هنا كده بيقول لي ان الحفيد والجد، فالمشهد كل المشاهد هيكون فيها الحفيد والجد. فانت لازم هتاخد البرومت الخاص بالحفيد والجد، يعني هتاخد المشاهد دي البرومت الخاص بالمشهدين، وهتقول له هنا كده ايه بيست. وبعدين هتجيب رقم المشهد الاول عندك، هتقول له نسخ بالشكل ده، وهتجيبه وتحطه بعد البرومت الخاص بالشخصيات. لو ضغطت على جنريت هيبدأ يعمل لي إعداد لأول 4 صور.
ولكن قبل ما تضغط على جنريت تعال نشوف الاعدادات اللي موجوده على الجنب. هنا الموديل اللي هتستخدمه دي مهمه جدا. لو جربت كذا موديل من دول هتلاقي كل موديل ليه سعر في النقاط. خلي بالك هنا بيقول لي ان جنريت هيكلفني 8 نقاط. لو ضغطت على اللي هنا هتتغير تبقى 46 لكل 4 صور، وهنا الموديل ده هيكلفني 60 للأربع صور، وهنا هيكلفني 50. انا جربت فلوكس ده كده كان 34، وجربت فلوكس اللي هنا ده اللي كان 8 نقاط، اللي هو تقدر تجرب مفيش مشكلة. جرب لو انت لسه بتكتشف الموقع، جرب النقط اللي تعجبك، كل واحد هيطلع لك نتيجة مختلفة. ولكن انا شايف ان هو هنا الفلوكس ده بيطلع نتيجة حلوة جدا. خلاص انا مش محتاجه، واخترته واتأكدت ان هو بيديني 8 نقط. هاجي عند البرومت الجزئية دي اللي هو اللي مكتوب عليها اوتو، سيبها اوتو زي ما هي. هنا بيقول لي الستايل انت عايزه ايه. تقدر تجرب اي ستايل، طبعا الحاجات دي تقدر تكتشفها، دي كلها ستايلات موجوده تقدر تنفذ بيها الصور بتاعتك. تقدر تقول له 3 دي ريندر، او تقول له كرييتيف، او تقول له دايناميك، يعني اختار براحتك وشوف جرب براحتك. تعالوا نجرب الدايناميك كده. لا تعالوا نجرب مثلا، يعني انا مش فاكر استخدمت ايه قبل كده، ولكن ممكن مثلا نجرب 3 دي ريندر ونجرب نشوف هل هيناسب المشاهد بتاعتنا ولا لا. هنا بيقول لي الدايمنشن، الايمج دايمنشن، المبيعات بتاعه المقاس بتاعتي. لو ضغطت على كاستم ممكن يقول لك 2 ل 3، او ممكن يقول لك 1 الى 1، او 16 الى 9 المقاس العرضي. بس لو ضغطت على كاستم هنا تقدر تختار المقاس بشكل مباشر، يا اما تختاره لفيسبوك اللي هو 16 الى 9 المقاس الطولي، او تختاره لانستجرام، او تختاره لتويتر، او لتيك توك اللي هو 9 ل 16. 16 ل 9 المقاس العرضي اللي هو بتاع اليوتيوب او الفيسبوك اللي هو المقاس العرضي. لو اخترت المقاس 9 ل 16 واتكلمنا في الحاجات دي قبل كده، انا هختاره. ده يديك المقاس الطول وبيعرضه لك في الشكل ده من فوق، اللي هو بيناسب الشورتس او الريلز او التيك توك. هنا الجزئيه دي انت مش هتقدر تغيرها، اللي هي خاصه بيه. خلاص انا هقفل دي مش محتاجها. هنا ثابته على 4 لان هو يطلع لك 4 صور. سيب كل حاجه زي ما هي خلاص كده، وبعدين ابدا اضغط على جينيريت. هيبدا دلوقتي يعمل اعداد للصور ومش بياخد وقت. تعالوا نشوف هو يعني مش هعمل مونتاج في الجزئيه دي عشان تشوفوها. لاحظ ان هنا هو اخد خصم ال8 بوينت بتوعي اللي انا عملت بيهم الاربع صور دول لسه هيطلعوا. هنا طلع لي ادي الشخصيات شكلها حلو خالص. تقدر انك تحملها من هنا، تحمل المشاهد بتاعتك بالشكل ده. الصورة اللي تعجبك حملها من السهم اللي انا بضغط عليه. لو طبعا مش بالضرورة انك تحمل كل المشاهد اللي انا حملتها، ولكن شوف المناسب ليك وحمله مفيش مشكلة. بنفس الطريقة هتعمل باقي المشاهد. ودلوقتي انا جهزت خلاص كل المشاهد بتاعتي اللي هي الصور، انا جهزتها واديتها كمان الارقام بتاعت كل مشهد. المرحلة اللي جاية هي اني هاخد الصورة اللي عندي وهبدأ ان انا احولها لفيديو. ازاي؟ هدخل على موقع انيمون AI، وهدخل على اول اختيار. كل اللينكات برضو هسيبها مفيش مشكلة، وهبدأ ان انا اخد الصور واعمل لها تحريك على الموقع. هاجي عند انمي من هنا، وبعدين هرفع له الصورة اللي انا عايز اعمل لها تحريك. هاخدهم بالترتيب. ادي اول صورة هقول له اوبن، وبعدين هروح على شات جي بي تي وهجيب البرومت بتاع المشهد الاول، لان دي كانت صورة المشهد الاول، وهحطه هنا كده واقول له لزق. وبعدين اعمل ايه؟ بعدين مثلا ممكن امسح بس الجزئية دي بالشكل ده، وبعدين هنا كده في جينيريت، وابدا اضغط على جينيريت. هيبدا دلوقتي يعمل لي ريندرنج لاعداد الفيديو، يعني يبدا يجهز الفيديو. كل الصور ال6 مشاهد هعملهم بنفس الطريقه، ولكن المشكله دلوقتي ان الموقع بياخد حوالي 4 دقايق لحد ما بيحمل الصوره بيعمل لها الانيميشن. هو موقع احترافي جدا وجربناه في حاجات كتيره قوي قبل كده. هسيبه يحمل براحته مفيش مشكله. هو كده بيحمل وهيبدا ان هو يعرض لي المشهد بتاعي. ودلوقتي وصلنا للمرحله الاخيره
اللي هنجمع فيها الفيديو اللي عملناه مع الفويس او التعليق الصوتي الخاص بالمشاهد او بالفيديو بتاعنا. وده هنعمله عن طريق اي برنامج انت بتستخدمه كمونتاج. انا بستخدم برنامج كاب كات، فهفتح برنامج كاب كات وهبدا ان انا اضغط على كرييت نيو بروجكت، وبعدين هبدا اشوف الاعدادات. لو انت بتستخدم زي ما انا بستخدم برنامج على جهاز الكمبيوتر مفيش مشكله، بتستخدم الموبايل برضو مفيش مشكله، بتستخدم اي برنامج تاني مفيش اي مشكله. وحتى لو عايز كمان تستخدم الموقع نفسه بتاع كاب كات برضو مفيش مشكله. الكلام اللي هنقوله كمونتاج هو واحد. خلوني بس اقول لكم على حاجه دلوقتي، ان انا دلوقتي هركز بس على الفكره الاساسيه اللي هي احنا عاملين الفيديو علشان يبقى كحوار، يعني يبقى حوار ما بين الجد وما بين الطفل. فدي التركه الاساسيه اللي احنا عاملين عليها الفيديو. لكن تجميع المونتاج وازاي نركب الصوره مع الصوت مع نطلع الفيديو بصفه عامه مش ده موضوعنا. ده الموضوع ده تقدر تشوفه في الفيديو الخاص ببرنامج كاب كات اللي انا شارح فيه كل حاجة عن كاب كات، يا ريت تشوفه. وبرضه هسيب لك الفيديو بتاع شرح كاب كات في الوصف تقدر انك تستخدمه. دلوقتي طبعا الواجهة فتحت معايا. اول حاجة هعملها هضغط على موديفاي من هنا وابدأ اختار. هنا هسمي الفيديو بتاعي مثلا هسميه الجد والحفيد، اي حاجه بقى على حسب اللي انت هتعمله. وهنا هبدا اختار مقاس الفيديو، انا عايزه المقاس 9 الى 16. وهنا برضو الفريم ريت هختاره 25، والكلام ده قلته بالتفصيل قبل كده فمش هركز عليه. في الجزئيه اللي هنا دي انا هفعل البروكسي عشان تسرع معايا الشغل شويه. كده اصبح معايا المشروع جاهز، ولاحظ ان بقى اسمه الجد والحفيد. هروح على المكان الجاهز اللي انا حاطط عليه كل حاجه، وهبدا اجيب كل حاجة وادخلها على الميديا عندي. المرحلة هنا انت المفروض بتكون طبعا مسمي المشاهد بتاعتك بالترتيب، ادي 1 وبعديها 2، وهتبدأ تنزل كل الصور او الفيديوهات اللي انت عملتها تبدأ تنزلها بالترتيب. ولكن مش ده موضوعي دلوقتي لان الكلام ده اتكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده، فهسرع الجزئية دي مفيش مشكلة يعني. ولكن انا يهمني دلوقتي المرحلة بتاعة الصوت. مرحلة الصوت زي ما قلنا لما كنا بنحول الفويس اننا كنا بناخد الفويس الخاص بالجد او بالحفيد ونجمعه كله في فويس واحد، وبعدين نبدأ ناخد الفويس الخاص بالجد ونبدأ نجمعه في مقطع واحد. والمقطعين دول موجودين عندي هنا، ادي المقطع الاول وهنا المقطع الثاني. هنشوف المقطع ده خاص بمين فيهم. هنشوف دلوقتي ده خاص بالطفل. فطبعا الجزئية دي هو كل الأصوات يعني الكلام هنا ظاهر كله ورا بعضه زي ما سجلناه. احنا دلوقتي كل اللي هنعمله اننا هنقطع الصوت ده على حسب الفويس الموجود. لو تهت او مش عارف الفويس بتاع كل جملة بينتهي فين تقدر ترجع للسكريبت بتاعك وتبدأ. هو هنا قال جده وهيبدأ يسأله السؤال. بعد ما يسأله السؤال هيبدأ يخش معايا في الجزئية التانية اللي هو يبدأ يقول له طب والحيوانات يا جدو. يبقى انت عارف فين هتقطع الصوت بتاعك. هو ليه الزرع مهم قوي للناس؟ كده سأله، هبدأ في الجزئية دي أبدأ أقطع الصوت بتاعي. وبعدين يعني لاحظ معايا برضو حاجة مهمة، إن في الجزئية دي اللي في مسافة كده، دي المسافة اللي كنا بنكتب في 11 لابس لما كنت بقول لك اضغط انتر علشان تنزل المسافة اللي تحتها عشان يديك الفاصل ده ويعمل فاصل. فهو هنا عامل لك المسافات بتاعه السكوت بتاعه. فانت تقدر حتى من غير ما ترجع لشات جي بي تي تحرك السلايدر وتقطع في الجزئيه اللي هنا من غير حتى ما ترجع للموقع بتاعك. تمام. انا كده هقطع بس الصوت زي ما احنا شايفين كده. انا قطعت المشاهد بتاعتي. لاحظ معايا ان انا عندي دلوقتي 6 مقاطع صوت. لو رحت على شات جي بي تي عشان تراجع هتلاقي ان في ال6 مشاهد الطفل كان بيتكلم. اللي عملته مع الولد هعمله مع الجد برضه بنفس الطريقة. كده انا اصبح معايا 6 مقاطع صوتيين للولد و6 مقاطع صوتيين للجد. لو عايز ما تتلخبطش
في اثناء انك انت بتركب الصوت ورا بعضه، فانت الاصوات عندك مترتبه، تقدر تعلم على دول وتسحبهم كده بالشكل ده، وتاخد الصوت ده وتجيبه هنا، وبعدين تركب الصوت ده عليه اللي هو بتاع الولد. يعني تاخد واحد للولد وواحد للجد، تحرك دول وتاخد واحد وتحطه هنا، وبعدين هتجيب المقطع ده كده، وبعدين تحرك بتاع الجد، وبعدين تجيب بتاع الولد، وبعدين تحرك الاتنين دول، وبعدين تحرك ده كده. خدنا الجد، عايزين الولد، بعدين هناخد بتاع الجد هنا كده، وبعدين الولد، وبعدين ادي اخر حاجه كانت الجد. طب لو انا عايز اتاكد ان الكلام ده صح، تقدر تسمعه كله على بعضه، وبعدين تبقى بتسمع وانت عينك ده يعني بتشوف الحوار هل فعلا كل جمله في مكانها ولا في جمله اتلخبطت. لو جمله اتلخبطت ارجع وعدل مكانها. تمام. طيب تقدر انك تحاول تسيب مسافة شوية، يعني ما تخليش الكلام يلزق في بعضه هنا كده، حاول تسيب مسافة تبقى سكوت شوية ما بين الكلام والكلام، وده هتقدر تتحكم فيه بشكل كامل عن طريق عملية المونتاج، وانت ورؤيتك في الكلام او في الحديث اللي بيدور ما بين الجد والطفل، امتى تخلي فيه نبرة سكوت، امتى الكلام يبقى سريع، تقدر انك تتحكم في الكلام ده. ولكن انا حبيت اركز معاك على فكرة آه الحوار، فكرة الحوار ما بين الجد والطفل، يعني ازاي اعمل فيديو يكون بطريقة الحوار مش بس بطريقة ال- ال- الالقاء اللي هو القصصي. طيب لاحظ معايا ان انا لما عملت مسافات المشاهد خلصت، يعني المشاهد بتاعتي كفيديو خلصت، فتقدر انك تقرب، مفيش مشكلة الحاجات دي بالشكل ده، لان هو الفويس طالع على قد الفيديو بالظبط، او انك بتضيف مشهد تاني، تقدر انك تضيف مشهد فيديو تاني لو انت عايز تعمل فترات سكوت، ولكن مع ذلك برضو الصوت الفويس طالع اطول شوية. فمفيش مشكلة انك لو اخدت يعني قعدت بقى في المونتاج بتاعك، تقدر انك تحرك بالمونتاج بتاعك، تحرك المشاهد وترتبها وتظبطها ورا بعضيها. الجزئية دي انا مش هتكلم عنها علشان مش هي الاصل بتاع الفيديو، وانا بصراحة مش حابب اننا نطول فيها ولا اننا ناخد فيها وقت اكتر من كده، فهكتفي بالجزئية دي في المونتاج. ولكن انا عرفتك ازاي بتعمل الحوار ما بين الجد وما بين الحفيد. عايزك بقى دلوقتي تشوف ايه اللي عجبك في المواقع اللي طرحناها، وهل في حاجة جديدة بالنسبة لك ولا لا. كل ده اكتبوا لي في التعليقات، وكمان تقدر تقول لي ايه النسخة اللي عجبتك من السكريبتات اللي طلعت من شات جي بي تي، وكمان هل يعني النسخة اللي طلعت من شات جي بي تي هي الافضل ولا من مانوس ولا من جوجل جيميناي. كل ده اكتبوا لي في التعليقات وقول لي ايه اللي عجبك. كمان قول لي ايه رأيك في الفيديو اللي عملناه النهاردة بطريقة الحوار، هل حابين نكرر التجربة دي تاني ونشوف موضوع جديد ونعمل عنه تجربة بصيغة الحوار، ولا مش حابين، حابين يكون موضوع كله على بعضه او تعليق صوتي كله على بعضه. شوف ايه الحاجات اللي عجبتك واللي ما عجبكش، واكتب لي في التعليقات، اكتب لي كل حاجة عجبتك بالتفصيل، وايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش. اتمنى لو الفيديو عجبك انك ما تترددش انك تكتب لي كومنت، وكمان تشترك بالقناة لو اول مرة تشوفني، وكمان تشجعني باللايك علشان نقدر نستمر مع بعضنا. ان شاء الله اشوفكم بخير في الفيديو جديد.